مباراة حلوة اصل المنافس مش زي زمان، نعمل مباراة وحشة اصل احنا عندنا مشاكل كتير، نعمل مباراة تكتيكيا رائعة اصل كولر جبان. كولر جبان بس ماتش النهارده لا، انت مضيع كتير. ماتش النهارده انت قادر انت تروح للمرمى. ماتش النهارده امام عاشور بيثبت للمره مليون ان هو اهم عنصر عندك في المنظومه. امام النهارده طلعك كام مره للثلث الامامي، وصلك كام مره للثلث الامامي، قدر ان هو يشكل خطوره كام مره على مرمى المنافس. المباراه بالنسبه لنا هي مباراه مثاليه بالنسبه لمارسيل كولر، ومباراه مثاليه للاعيبه النادي الاهلي. الحمد لله ان هي جت على قد كده. تعادل نوعا ما جيد، تعادل يهدي الامور داخل النادي الاهلي ويهدي الامور عن الكلام عن اقاله مارسيل كولر، ونقعد بقى نهدى ونشتغل بالراحه علشان خاطر الماتش الجاي في القاهره صعب. ليه صعب؟ لان سان داونز بيعرف يلعب بره ملعبه حلو قوي، فالماتش الجاي مش سهل زي ما انت متخيل. سان داونز من الفرق اللي بتعرف تلعب حلوه قوي بره ملعبها. اتمنى ان شاء الله باذن الله ان الاهلي يقدر يستغل هذه النتيجه، لان زي ما قلت لك اهم حاجه ان الاهلي ما يلبسش اهداف، اهم حاجه انك مش مضغوط المباراه القادمه بشكل كبير، وانك لازم تعمل نتيجه ولازم تعمل سكور ولازم تكسب 2-0. اي انتصار يصعدك. اتمنى ان مارسيل كولر ما يقعش في فخ ان هو يعمل مباراه العوده بنفس شكل مباراه الذهاب. بس دي اكتر حاجه بتمناها، لان مباراه الذهاب اتمنى انك تكون فاهم انك النهارده بتتعامل مع سان داونز جوه ملعبه، ملعب عندك مشاكل معاه، توقيت عندك مشاكل معاه، عندك حوارات كتير بالنسبه لمباراه سان داونز الساعه 3 العصر. قدرت النهارده انك تطلع بنتيجه ايجابيه. اتمنى المباراه القادمه نلعبها بشخصيه الاهلي الهجوميه بس.